لن تستطيع أن تنتصر على المرأة في الميدان الذي تشعر فيه أنها السيدة المطلقة، ميدان المشاعر. هذه أرضها، هذه طبيعتها، هذا الفضاء الذي تعرف فيه كل زاوية وكل فخ وكل رافعة. لن تستطيع أن تهدم كبريائها بالكلمات، لأن كل كلمة تقولها هي في الحقيقة اهتمام. والاهتمام بالنسبة للمرأة هو نفسه الأكسجين بالنسبة للنار. كلما تكلمت أكثر، كلما اشتعل كبرياؤها أكثر. تظن أنك بالجدال ستطفئ الجمرة. لا. أنت فقط تنفخ فيها. تظن أنها غير مهتمة بك، لكن الحقيقة أنها تشعر فقط أنها تملك اهتمامك. أنت تستجيب، إذن أنت تفكر فيها. أنت تغضب، إذن هي مهمة. أنت تبرر، إذن رأيها له وزن عندك. وكل هذا تأكيد صامت لسلطتها الداخلية عليك. الكبرياء الأنثوي لا يتغذى على المنطق. لا يمكن كسره بالحقائق، ولا سحقه بالحجج، ولا هزيمته في نقاش نظيف. هو يعيش في إحساس واحد فقط، إحساس السيطرة. السيطرة على مشاعرك، على اهتمامك، على ما تحسه حتى لو لم تظهره. قد تكون أذكى منها وأقوى وأكثر خبرة، لكن إن كان في داخلك اعتماد على ردود أفعالها، فهي تشعر بذلك. المرأة لا تشعر بالحقيقة في الكلمات، هي تشعر بالطاقة. إن كانت طاقتك تتدفق نحوها، استرخت. وإن سحبتها، فقدت توازنها. وهنا يكمن المفتاح الحقيقي لتقليص الكبرياء الأنثوي. يجب أن تحرمه من غذائه. وغذاؤه هو اهتمامك، تفسيراتك، مرارتك، محاولتك إثبات أنك أفضل مما تظن. كل هذا فخاخه. والرجل يقع فيها مرارا مع نساء مختلفات في مواقف مختلفة، وفق نفس السيناريو تماما. السلطة الحقيقية على المرأة لا تبدأ بالانتصار عليها، بل تبدأ بالانتصار على نفسك. حين تستطيع أن تصمت، حين لا تبحث عن التواصل، حين لا تحتاج أن تريها قيمتك، حين تعيش ببساطة وهذا يكفيك، عندها يتغير كل شيء. لأن المرأة المعتادة على السيطرة عبر الاهتمام تجد فجأة رجلا لا يستجيب ولا يحتاج ولا يشرح، وكبريائها يبدأ في التشقق لا من غضبك، بل من هدوئك. هي تبدو واثقة، تضحك بصوت عال، تتكلم بجرأة، تتصرف كأن شيئا في العالم لا يستطيع إيذاءها. لكن وراء كل هذا يكمن خوف. خوف من أن ترى كما هي فعلا، لا قوية ولا مسيطرة ولا مثالية، بل حية وهشة ببساطة. الكبرياء الأنثوي ليس قوة. هو درع تختبئ وراءه الضعف. هي تبني حولها جدار من الغرور ومن الجمل الباردة ومن النظرات اللامبالية، لكي لا يرى أحد كم تريد في العمق أن تكون مهمة وضرورية. حين تقول المرأة لا أحتاج أحدا، هذا ليس استقلالا. هذا حماية. هذه طريقة لإخفاء الألم في تغليف جميل. كل لا يهمني هو محاولة لإقناع نفسها قبل الآخرين. هي تصنع صورة امرأة لا تنال، لأن في داخلها طفلة لم تختر يوما، لم تلاحظ، لم تحظى بالتقدير. والكبرياء الآن هو القلعة التي تحتمي بها. لكن ثمة مفارقة قاسية، كلما كان حصنها أمتن، كلما عانت أكثر، لأن الكبرياء لا يعرف الحب. هو يعرف المنافسة فقط. هي لا تريد أن تكون معك. هي تريد أن تثبت أنها أعلى منك. وإن استجبت، فهي تفوز. وإن بررت، يسمك جدارها. وإن أثبت أنك أفضل، كبريائها ينال جرعة وقود جديدة. لكن إن صمت، ينهار كل شيء، لأن الصمت لا يمنح موطئ قدم. الكبرياء الأنثوي يحيا من الانعكاس، من ردود أفعالك، من نظرتك، من مشاعرك. حين يتوقف الرجل عن الانعكاس، يبدأ الكبرياء في التلاشي، وما يخرج من وراءه هو ما تخشى المرأة إظهاره أكثر من أي شيء. الهشاشة.
لهذا السبب برد الرجل وهدوءه يهدمانها أكثر من أعلى صرخة. الصرخة يمكنها تحملها. هي متوقعة ومألوفة ومفهومة. يمكن استخدامها ضدك. لكن الصمت لا، لأن الصمت يجعلها لأول مرة تسمع نفسها. وهذا الصوت هو أصعب محاور. افهم الأساس: كبريائها ليس عدوك. كبريائها خوفها. وإن أرادت فعلا تقليص الكبرياء الأنثوي، فأنت لا تحاربه. أنت تتوقف ببساطة عن إطعامه. لا تشرح، لا تقنع، لا تغضب. فقط استعد اهتمامك. والجدار الذي بنته على مدار سنوات سيبدأ في التشقق من تلقاء نفسه، بلا مجهود منك، بلا كلمات منك، بلا صوت على الإطلاق. المرأة تشعر بالسلطة لا حين تأمر علنا. تشعر بها حين تستجيب، حين تتحرك مشاعرك بسببها، حين يتغير مزاجك بعد كلامها، حين يعتمد يومك على ما إذا كانت قد ردت أم لا. هذه ليست استراتيجية واعية من جانبها. هذه طبيعة. المرأة في علم نفس العلاقات تشعر أنها حية فقط حين تستطيع التأثير. وكلما استجبت أكثر، كلما أحست بتفوقها عليك أكثر. تظن أنك تظهر الاهتمام، لكن في لأوعيها هذا يقرأ كخضوع. تقول: أريد فقط أن أفهم. لكنها تسمع: أنا بحاجة لموافقتك. كل استجابة عاطفية منك هي تأكيد صامت لقوتها. تغضب، تشعر بالتأثير. تبرر، تشعر بالسيطرة. تثبت حقك، تشعر بالسلطة. وكلما أثبت أكثر، كلما تأكدت أن التابع. والرجل التابع ليس اختياراً. هو الموظف في عالمها العاطفي. المرأة لا تبتعد عن الرجال الذين لا تكترث لهم. تبتعد عمن تمتلك سلطة عليهم بالفعل، لأن السلطة تقتل الإعجاب. بمجرد أن تشعر أنها تتحكم في مشاعرك، تفقد احترامك. المفارقة بسيطة: كلما استثمرت عاطفيا أكثر، كلما صغرت في نظرها كرجل، لأن الرجل الذي فقد السيطرة على نفسه فقد جاذبيته. هي قد تحب، لكنها لا تستطيع أن تعجب بمن تسيطر عليه. أما حين تكون هادئا، يتغير كل شيء. أنت لا تستجيب، لا تجري، لا تحاول إثبات أنك على حق. أنت فقط تقف. وفي تلك اللحظة هي لا تشعر بالسلطة، بل تشعر بالعجز. أنت أخذت الرافعة الرئيسية لتأثيرها، مشاعرك. توقفت عن أن تكون دمية لنبرتها. خرجت من اللعبة، والآن هي تلعب وحدها. في أفكارها، في خيالها، في شكوكها المتصاعدة. أنت لا تنتصر على المرأة، أنت فقط تستعيد منها السلطة على نفسك. وهذا كل شيء. هي لم تعد تعرف من هي بجانبك، لأنها كانت ترى في انعكاسك قوتها، والآن أصبحت تجد في صمتك مرآة لضعفها. لم تعد تشعر بالتفوق، بل تشعر بالقلق. وإن تحملت هذا الصمت، كبريائها سيتهاوى لا من كلامك، بل من الإدراك. سلطها عليك انتهت. الكبرياء الأنثوي يعيش في الحركة، في الحوار، في الدراما، في المشاعر، في سلسلة لا تنتهي من الاستجابات. يكبر ما دمت ترد وتجادل وتشرح وتحاول أن تسمع. ويموت في الصمت. صمت الرجل ليس غياب كلمات، بل غياب غذاء. أنت لا تصرخ، لا تبرر، لا تمنحها الطاقة المعتادة. تنظر فقط بهدوء، بلا انزعاج، بلا رغبة في أن تفهم، بلا انتظار لرد فعل. وفي تلك اللحظة كبريائها يبدأ في الانهيار من الداخل. الصمت بالنسبة للمرأة أشد وطأة من الرفض. الرفض فعل. يمكن الرد عليه، يمكن مهاجمته، يمكن توظيفه. أما الصمت فهو فراغ. لا شيء فيه تسيطر عليه، ولا شيء تستطيع تفسيره. هي لا تعرف كيف تستجيب له. وعندها يبدأ ما تخشاه أكثر من أي شيء.
الحوار الداخلي. لماذا يصمت؟ ماذا فعلت؟ هل هو غاضب أم لا يبالي فعلا؟ أنت لم تقل شيئا، لكن في رأسها بدأت العاصفة بالفعل، لأنه حيث غاب صوتك، حضر صوتها هي. وصوتها هو أصعب الأصوات. لهذا الصمت في علم نفس الرجل ليس ضعفا، هو أداة. هو المرآة التي تعكس عدم ثقتها بنفسها. أنت لا تهاجم، أنت تصنع فضاء ينهار فيه كبريائها وحده، بلا مجهود منك. الرجل الصامت دائما أقوى من الرجل الذي يبرر، لأن الكلمات تدافع، والصمت يسود. الكلمات تساوي بينكما، والصمت يرفعك فوق الموقف. لا يجب أن تصمت من غضب أو مرارة. يجب أن تصمت من هدوء، من وعي، من إدراك أنه لم يعد لديك ما تثبته. أنك فزت بالفعل، فقط لأنك لم تقل شيئا. المرأة قد تجادل كلامك، لكنها لا تستطيع مجادلة سكينتك. كبريائها قد يهاجم، لكنه لا يتحمل انعكاسا بلا استجابة. لأن الكبرياء ضجيج، وأنت أصبحت صمتا. الصمت نقيض الكبرياء الأنثوي. هو الظلام الذي يتوقف فيه بريق القناع عن الإضاءة. لا داعي أن تشرح من أنت ببساطة تختفي من نطاق تأثيرها، وحوارها الداخلي يصبح أقصى عقاب، من غير أن تلقي عليها كلمة سوء واحدة. المرأة تعيش بالاهتمام. هو بالنسبة لها الأكسجين، الطاقة، الدليل على أنها موجودة وأن لها قيمة. هي ربما لا تحبك، ولا تشتاق إليك، ولا تثق بك، لكن إن كنت تنظر إليها وتستجيب وتحضر في فضائها، تشعر أنها حية. كل نظرة منك، كل رسالة، كل محاولة للتفسير، هي خيط رفيع تنقل عبره طاقتك إليها. وكلما أعطيت أكثر، كلما نمت في كبريائها وانخفضت أنت بنفس القدر. تظن أن الاهتمام تعبير عن قوة، لكن في علم نفس الجذب الأنثوي الاهتمام عملة. وكلما أسرفت في توزيعها، كلما رخصت قيمتك. ما دمت تعطي، هي تمتلئ. ما دمت تصمت، هي تفقد شكلها. دفئك يغذي كبريائها. اهتمامك يقوي ثقتها. انخراطك يصنع وهم السيطرة عليك. لكن بمجرد أن تصبح بارداً، هادئاً، بعيداً عن دراماتها، كل ما ظنته قوة يبدأ في الذوبان كالجليد تحت الشمس. البرود ليس انتقاماً. ليس قسوة. هو التوازن. هو اللحظة التي تتوقف فيها عن اللعب بقواعدها. أنت لا تهين، لا تغضب، لا تسعى لرد فعل. أنت فقط توقف الاهتمام. وحيث كان دفء طاقتك، يبقى فراغ. الفراغ مخيف لأنه لا يمنح سنداً. الكبرياء الأنثوي لا يعرف الوجود بلا انعكاس. المرآة انطفأت، والآن عليها ألا تنظر إليك، بل أن تنظر إلى نفسها. وهذا أشد ما يمكن فعله بامرأة متكبرة، دون أن تلقي عليها كلمة سوء واحدة. أنت لم تنتقم. أنت فقط توقفت عن أن تكون وقودها. والآن عليها أن تحافظ على نارها بنفسها، بدونك. وهذا مستحيل، لأن نارها كانت دائما تشتعل بطاقتك. الرجل الدافئ يستثير التعاطف، والرجل البارد يستثير الاحترام، لأن الدفء يمكن الحصول عليه من كثيرين، أما البرود فلا يصدر إلا عن القوي. من لا يوزع دفأه بالطلب الأول، ومن يختار متى ولمن يدفئ، يصبح سلطة. البرود يهدم ما بناه الاهتمام. وفي هذا الهدم تولد ديناميكية العلاقة من جديد. المرأة لا تخشى الصراخ، لا تخشى التوبيخ، لا تخشى الألم. ما دمت تتكلم هي تشعر بالسيطرة. ما دمت تبرر فهي مرتاحة. لأن الكلمات يمكن تحليلها، والاستجابات يمكن فك شفرتها، والمشاعر يمكن توظيفها. لكن حين تصمت، تفقد كل شيء. صمتك ليس ضعفاً، هو تهديد.
ليس جسديا ولا فجا، بل داخليا. أن تأخذ منها أهم أداة في السيطرة، وهي فهمك. هي لا تعرف ماذا تفكر، لا تعرف كيف تستجيب، لا تعرف أين تقف منك، أقرب أم أبعد. وبالنسبة للكبرياء الأنثوي الغموض سم. المرأة تشعر بالثقة ما دامت تتحكم في مشاعرك. لكن حين تتوقف عن الاستجابة، كل ما تعرفه يتوقف عن العمل. وتبدأ الذعر الداخلي. لا تستطيع استخدام الكلمات ضدك لأنك لا تشارك في الحوار. لا تستطيع أن تجرحك لأنك لا تنفتح. أصبحت غير مرئي، توقفت عن إعطاء طاقة. لا تجادل، لا تبرر، لا تشرح لماذا لم يكن الأمر كما ظنت. أنت فقط لا تنفي. وهذا أسوأ كابوس للكبرياء الأنثوي، لأن عليها الآن أن تشك في نفسها. والكبرياء الأنثوي لا يعرف العيش بلا يقين. أصبحت مرآة لا تعكس الصورة المعتادة. كانت من قبل تؤكد واقعها، والآن لا. كانت تغذي إحساسها بالسيطرة، والآن تركتها وجها لوجه مع نفسها. وكلما أطلت الصمت، كلما اشتد صوت قلقها الداخلي. لست مضطرا لإثبات من أنت، لست مضطرا للتفسير، لست مضطرا للاعتذار عما تشعر به أو لا تشعر. كلما أكثر الرجل من التفسير، كلما قلت سيطرته على نفسه. وكلما قل كلامه، كلما كثر التفكير فيه. قوتك في الصمت، لأن الصمت لا يتيح للمرأة أي سيناريو. هي لا تستطيع قراءتك، لا تستطيع التنبؤ بك، لا تستطيع التحكم بك. وكل ما يتبقى لها هو التفكير والخيال والقلق، ثم الاعتماد مجددا. لكن هذه المرة على غيابك. أصبحت تهديدا لا لأنك فعلت شيئا مخيفا، بل لأنك أصبحت غير متوقع. الرجل الذي لا يبرر يصبح الأخطر على الكبرياء الأنثوي، لأنه لم يعد ملكا لتصور الآخرين. توقفت عن أن تكون نصا يمكن قراءته. أصبحت صمتا يولد في داخله الاحترام والخشية معا. حين يختفي الرجل في الصمت، تبدأ المرأة حربا. ليس معه، بل مع نفسها. كبريائها يقول: لا يهمني. وقلبها يهمس: لماذا لم يعد؟ عقلها يبحث عن مبرر. وجسدها يبحث عن استجابة. أنت لا تفعل شيئا. فقط لا تظهر. لكن هذا اللا شيء يصبح أعلى فعل من كل الأفعال الممكنة. هي لا تفهم لماذا الأدوات المعتادة توقفت عن العمل. لماذا الصمت يثير قلقها هي لا قلقك أنت؟ لماذا لا تجادل ولا تدرج نفسك في سيناريوها؟ هذا بالضبط يزلزل الأرض تحتها أكثر من أي خلاف. لأن للمرأة أسهل في إدارة مشاعر الرجل من إدارة الصمت الذي فيه لم يعد متاحا. أصبحت مرآة بلا انعكاس. هي تحاول إيجاد آثار تأثيرها السابق، لكن لا شيء هناك. وعندها يولد الشك. ربما أخطأت. ربما هو أقوى مما ظننت. ربما فقدت من يستحق أكثر مما قررت. لم تقل شيئا، لكنك جعلتها تفكر. والفكرة أشد من العاطفة. العاطفة تشتعل وتخبو. الفكرة تبقى. هي ترجع إليك في تفكيرها مرارا، محاولة أن تفهم لماذا لم تستطع الانتصار. لماذا لم تحتج موافقتها؟ لماذا استطعت الرحيل بهدوء حين بقي الآخرون يحاولون؟ المرأة قد لا تحترم من يسعى خلفها بأي ثمن، لكنها دائما تتوقف في تفكيرها عند من استطاع الرحيل بهدوء، بلا كلام، بلا التفات. أنت أصبحت لغزا. واللغز مخدر للعقل الأنثوي. كبريائها يقول: هو غير مثير للاهتمام. لكن اللاوعي يجيب: إذن لماذا لا تزالين تفكرين فيه؟ أنت لا تفرض قيمتك. أنت تتركها تصطدم بغياب قيمتك، وهذا التضاد يمزق الكبرياء من الداخل. هي قد تتظاهر باللامبالاة، تنشر صور سعيدة،
تتصرف كأن كل شيء تحت السيطرة. لكن في الداخل ثمة صراع بين الكبرياء الذي يرفض الاعتراف بالهزيمة، والجذب الذي يريد الاقتراب من مصدر هدوئك. الرجل الذي لا يستجيب يحول المرأة من قاضية إلى طالبة، لأنها لم تعد تفهم كيف تبقي السلطة، وهذا يوقظ اهتماما أعمق من أي اعتراف. أنت لا تنتصر عليها من الخارج، أنت تنتصر في داخلها، حيث كبريائها ينهار من صمتك، حيث الغرور يتحول إلى شك، والشك إلى جذب. لا يمكنك تهديم الكبرياء الأنثوي بمواجهته مباشرة، لأنك بمجرد الدخول في المواجهة أنت بالفعل في لعبتها، وبالتالي فقدت. الكبرياء لا يعيش من الانتصارات، بل من الاهتمام. حتى لو جادلت وغضبت، أنت ما زلت تطعمه. كبرياء المرأة يتغذى على الاستجابة. مرارتك غذاء له. غيرتك وقود. حتى محاولتك شرح شيء هي اعتراف بأن رأيها أهم من رأيك في نفسك. لهذا الرجل الذكي لا يحارب الكبرياء الأنثوية. هو فقط يغلق مصدر الطاقة. لا يقول: أنت مخطئة. لا يقول: أنت لم تفهميني. لا يقول شيئا على الإطلاق. وفي تلك اللحظة الكبرياء المعتاد على الغذاء المستمر يبدأ في الجوع. الكبرياء كوحش. في البداية يزأر ويستفز ويحاول استرداد بعض من اهتمامك، يتجاهلك بشكل مبالغ لكي تلاحظ، يطلق تعليقا حدا متعمدا لكي يؤثر. لكن إن وقفت هادئا، يضعف، لأن أي قوة بلا وقود تتحول إلى صمت. لا يجب أن تهين المرأة. لا يجب أن تتظاهر بأنك أعلى منها. أنت فقط يجب أن تصبح غير منال، لا بالمعنى الجسدي بل الداخلي. لست في لعبتها، لست على أرضها. لا تبحث عن تأكيد لقيمتك لأنك تعرفها بالفعل. هذا ما يعنيه أن تكون رجلا في علم نفس العلاقات. الهدوء حين يستفزك. الصمت حين يختبر. المسافة حين يراد إيذاؤك. أنت لا تحارب. أنت تصنع فراغا لا يستطيع فيه الكبرياء الأنثوي البقاء. ما دمت لا تستجيب، تبدأ هي في سماع ضجيجها الداخلي. وهذا الضجيج يصبح لا يطاق، لأنها ترى الآن أن كل ما كان يمنحها الثقة لم يكن سوى اهتمامك. حين تسحب الطاقة، ينهار الكبرياء وحده. بلا مواجهة، بلا صراخ، بلا كلمة واحدة. أنت لا تنتصر، أنت فقط لا تشارك. وهذا هو أعلى أشكال السيطرة على النفس وعلى الموقف، حين لا تثبت القوة، بل لا تبددها. حين لا تنزعج، بل تراقب. حين لا تبحث عن العدل، بل تصنع الصمت. الرجل الذي يملك نفسه يملك الفضاء من حوله، بلا ضغط، بلا عدوانية، بلا كلمات. هو فقط لا يعطي طاقته لمن لا يستحق. تأتي لحظة تتضح فيها الأمور. حين لم تعد تحاول أن تفهم، ولا تثبت أنك تستحق، ولا تنتظر رد فعلها بعينيك. أنت فقط موجود، وهذا يكفي. المرأة تفقد سلطتها على من لا يحتاج تأكيدها. تفقد الاهتمام بمن لا تستطيع السيطرة عليه. وتفقد كبريائها أمام من يستطيع الرحيل بهدوء بلا كلام ولا التفات. أنت أصبحت بالنسبة لها تجربة. تجربة لا يمكن نسيانها، لأنها أيقظت شيئا في أعماقها. أصبحت المرآة التي رأت فيها كبريائها فارغا لأول مرة. وهذه اللحظة مخيفة بالنسبة لها، لكنها بالضبط ما يجعل المرأة تقع لا في وجهك ولا في نجاحك ولا في كلامك، بل في هدوئك. في ذلك الصمت الأقوى من أي اعتراف. لأن المرأة تشعر بالأمان فقط بجانب الرجل الذي لا يعتمد عليها. أنت لا تطلب اهتمامها، أنت تصنع الجذب. لا تطلب الانتباه، أنت تصنع الثقل. لا تسعى إلى أن تكون ضروريا، أنت تصبح لا غنى عنه. الرجل الذي لا يحتاج يبدأ في إدارة الفضاء بلا مجهود وبلا قوة وبلا كلمات.
هو فقط لا يبدد طاقته في الفراغ. وهذا الهدوء الداخلي يصبح مغناطيساً هادئاً وعميقاً ولا يقاوم. المرأة قد ترفضك بكلامها، لكن طبيعتها دائماً تنجذب إلى حيث تجد الثقة، حيث لا يوجد فوضى، حيث يسود الصمت الذي لا توجد فيه قلق. أصبحت الرجل الذي لا يمكن استخدامه، الذي لا يمكن قراءته، الذي كالصخرة وسط العاصفة، بارد وثابت وجذاب. لهذا النساء القويات يقعن لا في من يسعى بجهد أكبر، بل في من لا يحتاج. لأن القوة الحقيقية دائما صامتة، لا تحتاج إعلانات صاخبة. لذا توقف عن محاولة الإعجاب، توقف عن البحث عن رد فعلها، توقف عن إقناع من لا يستطيع رؤية قيمتك بدون شرح. عش كأن حضورك هو المكافأة لمن يكون بجانبك، وحينها العالم والنساء والظروف ستنجذب إليك من تلقاء نفسها، بلا مجهود، بلا صراع، بلا أن تفقد نفسك.